السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كده السمك الفيليه، حاجة في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، مقرمش من بره وطري جدا من جوه. تمام. هنعمله كده بخلطة جميلة جدا، خلطة جبارة زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، أبيض كده وجميل جدا جدا. طبعا بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة، ويا رب يديمكم نعمة في حياتنا. ومتنسوناش كده باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا. هنسمي الله وهنصلي على الرسول ونخش مع بعض كده ايه، مع بعض على الطريقة على طول. هنا كنت بوريكم طبعا التوابل بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وملح، وكزبرة، وفلفل اسمر، وبهارات سمك. تمام. ومعايا طبعا كيلو سمك من الفيليه، طبعا سمك فيليه بلطي. طبعا السمك، ومعايا طبعا معلقة من التوم المهروس، ومعايا ليمونة. تمام. توابلنا بسيطة جدا لكن بصراحة بمنتهى الجمال. طبعا ده سمك الفيليه، بجيبه كده بيجي كده قطعتين على بعضهم كده كيلو. ده افضل بصراحة من ان انتي تجيبيه اللي هو المخلي، اللي هو بيبقى طبعا متقطع شرايح كده. بصراحة ربنا ده احلى بكتير جدا، عن تجربة والله بأمانة. يعني انا جربت ده وجربت ده، لكن ده بصراحة جميل جدا. بتبقى الحتة ما شاء الله اللهم بارك، يعني تخينة كده وماسكة نفسها شوية وسميكة. غير اللي هي بيبقى عاملينه شرايح، بيبقى رقيق جدا جدا، وساعات بيبقى كمان فيه شوك. تمام. ده بصراحة افضل سمك، اللي هو بيجي على بعض حتتين كبار كده مع بعض، وانتي بتقطعيه بالتقطيع اللي تحبيه. زي ما شفتوا قطعته ونزلت بالتوابل اللي انتوا شفتوها معايا، والليمونة، ومعلقة التوم. طبعا السمك بنغسله غسلة حلوة زي ما قلت. نغسله بليمون عشان طبعا الزفارة كده. غلط كده على طول زي ما انتوا عارفين. هتبقى بالتتبيلة البسيطة دي، بس عايزة اقول لكم في منتهى الجمال، وادته طعم جميل جدا جدا. في توابل بتتباع، توابل سمك عند العطار، بتدي السمك طعم جميل جدا. تمام. هنا بقى معايا كوبايتين من الدقيق، وحطيت عليهم 4 معالق من النشا، نشا الذرة، وهنحط عليهم شوية من التوابل برضو. حطيت كده برضو معلقة من توابل السمك، ومعلقة توم باودر، واحط معلقة بصل باودر. دي طبعا الدقيق بتاعه اللي احنا هنبهره كده بشوية بهارات كده، ومعلقة من الكزبرة، وطبعا كمون. السمك بالذات يعني بيحب الكمون، يعني اي نوع سمك تحطيه على طول في التتبيلة بتاعته كمون وكزبرة. وحطيت طبعا الملح بتاعنا، ومعلقة صغيرة جدا من فلفل اسمر. وهقلب بالشكل ده. وهجيب ايه، طبعا ايه، هقسم ايه الدقيق بالنص. هنعمل ايه الخلطة اللي هي ايه العجينة السايلة بتاعتنا. وده الدقيق اللي احنا ايه هنتبل، يعني هنحطه في الدقيق زي ما هتشوفوا كده معايا في الفيديو. هنزل كده بقى ايه، هعمل العجينة بتاعت السمك بتاعتنا بالمية كده. بتبقى عجينة سايلة شوية زي عجينة الكيكة واخف شوية. طبعا اكيد شفتوا الفيديو القرنبيط. دي كشبه بالظبط فيديو القرنبيط. تمام. يعني يعتبر بنفس الدقيقة اهو. حطينا برضو عليه النشا، وبنحط مية وبنقسمه بالنص زي ما انتم شايفين كده. هخليها كده عجينة سايلة، مش تبقاش تخينة قوي، بتبقى سايلة. تمام. واحط بقى معلقة صغيرة كده. حطيت معاها طبعا دقت الملح بتاعنا، هنحيقه طبعا. حطيت كمان معلقة من الشطة كده صغيرة، طبعا دي حسب اختيارك للشطة، بتحبيها او ما بتحبهاش، حاجة ترجع لك. يعني حابة تضيفيها ضيفيها، مش حابة هي بره الوصفة خالص. بس الصراحة ادتها طعم جميل جدا. ايه العجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا عملت كده زي ما انتم شايفين. بصوا بالقوام ده، بتبقى قوامها سايل، ما بتبقاش تقيله، عشان ما تخليش معانا السمك تقيل كده ويبقى الغلاف من بره بتاعه تخين كده. لا، احنا عايزينها عجينه سايله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبنزل بعد طبعا سبت السمك التبل، بسيبه كده حوالي ساعتين او ساعه ونص على حسب ايه، ما يعني على حسب ما انتي ما هتعملي الاكل. فالافضل كل ما بيقف في التتبيله بيبقى بصراحه طعمه جميل جدا، بس ما نكترش الملح. نخلي بالنا ان احنا حاطين ملح في السمك، ما نكترش الملح لا في الدقيق ولا في العجينه بتاعتنا عشان ما يبقاش حادق مننا. نخلي بالنا من نقطه زي دي. طبعا عوزنا نحط ملح هنحط، ما عوزناش خلاص. بحطها في العجين زي ما انتم شايفين كده، وبنزل في الدقيق اللي احنا ايه شفتوه، اللي احنا بهرناه. عايزه اقول لكم خلطه جميله جدا، طعمها حكايه. والله العظيم بامانه بتمنى ان انتوا تجربوها فعلا. الطريقه دي حاجه جميله جدا.
طبعا جيت هنا على البوتاجاز، حاطه الطاسه على النار في زيت غزير كده، طبعا الزيت كان سخن جدا. نزلت بالسمك زي ما انتم شايفين، بنفضه طبعا من الدقيق خالص. طبعا شفته في اول الفيديو كان عامل بالظبط زي الفراخ كنتاكي، مش سمك فيليه خالص بصراحه. بنزل بالزيت سخن او كده من شايفين كده فيه. واول طبعا ما بنزل بالسمك بهدي النار شويه، بس طبعا مش بنوطيها قوي عشان ما يشربش زيت مننا، وما بنعليش النار قوي عشان ايه ما يتحرقش مننا، نار متوسط. طبعا بحبكم في الله جدا جدا. ده كان فيديو بسيط جدا، يعني حبيت ان انا اطلع معاكم، وبحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم طبعا الجميله اللي بتفرح قلبي. ويا رب يدومكم نعمه في حياتنا، ويدوم ما بيننا الحب يا رب، زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه ما تنسوناش بدعوه حلوه من قلوبكم الجميله دي. بقلب بقى كده السمك زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى بصراحه بامانه يعني جميل حاجه، يعني تتبيلته جميله جدا وما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين الحته بتبقى حلوه جدا. طبعا حطيناها في زي ما شفتوا، حطيناها في العجين ورجعنا حطيناها في الدقيق، وبنفضها وعلى طول. طبعا بعمل على قد الكميه اللي هقليها، مش بعمل وبركن. يعني مثلا حاطه كده دلوقتي، هعمل كمان 3 تانيين كده، اول ما اطلع دول احط دول على طول. تمام، ما بنعملش كميه كبيره ونركنها عشان ما تبقاش شاربه دقيق كتير كده وتبقى معجنه ببعضها. شكل في طبعا كده جنبي، عليه اطلع عليه السمك على طول يشرب عشان ما يبقاش فيه خالص. اهو بنقلب، طبعا بفضل اقلب كده عشان يديني اللون الدهبي، يبقى لون موحد. طريقته سهلة، ودي أسهل حاجة ممكن بناتنا الحلوين الأمير يعملوها يعني. حاجة سهلة جدا جدا، أسهل حاجة يعني. صراحة أسهل حاجة تعمليها هو السمك الفيليه ده، الصراحة أسهل حاجة في أنواع السمك يعني. كده كنت خلصت الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلصت طبعا عليه. طبعا أنا عملت الرز اللي هو رز الصيادية، طبعا مرضتش أعمله معاكم عشان عاملاه قبل كده مرتين عندي على القناة، عاملاه معاكم برضو. فحبيتش ان اطول عليكم بصراحة الفيديو، فعملت معاه رز صيادية، وعملنا شوية سلطة كده خضرة. كان في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. قلبه من جوه ابيض جدا، ومن بره كده مقرمش، ومن جوه قلبه طري، يعني من جوه طري وابيض جميل بصراحة في منتهى الجمال. زي ما قلت هنجيب سمك فيليه، يبقى نجيب سمك فيليه اللي هو البلطي العريض، ما نجيبش اللي هو متقطع شرايح ده صغيرة، بيبقى زي الرقية كده، لا بيبقى ساعات بيبقى جواه بصراحة شوك. لكن الكبير العريض ده اللي احنا بنقطع زي ما شفتوني كده بقطعه، جميل جدا جدا. زي ما كنت بوريكم كده، اللهم بارك، من جوه يعني طاري، ومن بره ما شاء الله يعني مقرمش جدا جدا، يعني حاجة عاملة زي كنتاكي بالظبط. طبعا كان فيديو بسيط وسهل معاكم، وبحبكم في الله جدا جدا. وما تنسوناش كده واللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. ويا رب كده كنا خفاف على قلبكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى ان انتوا فعلا تجربوه السمك الفيليه بالتتبيله الجميله البسيطه دي، وبطريقه بسيطه جدا، وبس النتيجه بصراحه في منتهى الجمال، جميل جدا جدا. طبعا بقى زي ما قلت مع رز مع السلطه بقى، يعني بعيش بقى الطاري ما شاء الله. يعني بألف هنا وشفا اللي ياكل. بحبكم في الله جدا جدا والله، وبحب طبعا جدا تعليقاتكم الجميله. بحبكم في احلى اخوات في الدنيا. مع الف سلامه، نشوف